السلام عليكم على احلى مشاهدين. معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده فطائر بالعجوه حلوه قوي قوي. مع دخول بقى المدارس، الفطائر دي حلوه قوي، هتنفعك جدا في اللانش بوكس بقى، تحطيها في اللانش بوكس مع الطفل كده. وطريقتها حلوه قوي. انا كل الكميه دي عملتها من كيلو دقيق واحد بس، يعني من كيلو دقيق هتعملي الكميه دي تحطيها عندك بقى في الفريزر، وتستخدمي بقى منها للطفل كده. كل يوم تطلعي منها من الفريزر على قد ايه حاجتك. تسيبيها كده على الرخامه بس 5 دقايق او 10 دقايق، بتلاقيها فكت معاكي وكأنك لسه خبزاها. اوريكم بقى انا هنا حشيها بعجوه وفطائر حلوه جدا جدا وهشه قوي. يلا بقى بينا نخش على الطريقه. معايا هنا كوبايتين من اللبن. هحط على كوبايتين اللبن 3 معالق كبار من السكر. وبعد كده هحط معلقه ونص من الخميره الفوريه، معلقه ونص خميره فوريه. وهقلب بقى السكر مع الخميره مع اللبن. اقلب كويس قوي كده لمده دقيقه بس او نص دقيقه لحد لما اتاكد ان الخميره كده دابت معايا. هبدا بقى هنزل معايا هنا بربع كوبايه من السمنه. ممكن استخدم سمنه وممكن استخدم زبده. تمام. انا حطيت ربع كوبايه من السمنه، وحطيت عليها معلقه كده من الخل. معلقه الخل دي بتدي طراوه وحلو وتنفش المعجنات معاكي وبتبقى حلوه قوي. وحطيت معايا برضو ربع كوبايه من الزيت. تمام. هقلب بقى كويس قوي الزيت مع السمن زي ما احنا اتفقنا. وهبدأ هنخل معايا الدقيق. انا استخدمت معايا هنا 8 كوبايات دقيق. ممكن نستخدم معايا يعني 8 كوبايات دقيق على فكرة مش بيكملوا كيلو كمان، يعني الكمية اللي احنا عملناها من الفطائر دي مش مكملة معاكي كيلو دقيق. نخلت 8 كوبايات دقيق وحطيت عليهم رشة صغيرة من الملح، وحطيت عليهم معلقتين من السمسم. السمسم حلو قوي لما ندخله في المعجنات لانه مغذي وحلو قوي قوي. فاحنا ندخله المعجنات للاطفال لان هي بتحبها، فبيبقى مفيد اكتر. هبدا بقى هقلب بقى كده العجينه. هنا الكوبايه اللي انا عايرت بيها اللبن مليتها ميه وهحطها، يبقى استخدمت معايا كوبايتين من اللبن واستخدمت كوبايه من الميه. تمام. حطيت نص كوبايه الميه وهبدا ان انا هعجن واحط نص الكوبايه الباقيه. اخدت معايا بالظبط 3 كوبايات من الميه. ممكن كمان تزيد معاكي معلقه ميه او معلقتين من الميه على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. وممكن ما نحتاجش ان احنا نزود ميه خالص، زي ما انا احتجت كده. انا ما احتاجتش ان انا ازود ميه، كانت الكوبايه كافيه معايا. هعجن بقى. شايفين العجينه بتلزق في ايدي؟ هعجن لحد لما التلزقه دي تروح تماما من ايدي. هتاخد معاكي حوالي دقيقه او دقيقه ونص من العجين، ما بتاخدش وقت خالص. بايدك كده وبتنزلي فيها وبتبداي تلمي العجينه من على الاطراف وتعجني بايدك لحد لما تلاقيها ايه ظبطت معاكي. ما بتاخدش وقت خالص وبتلاقي التلزقه راحت من ايدك. هسيب بقى العجينه تختمر لمده ساعه. احنا طبعا الجو حر فهي ساعه حلوه قوي وكافيه. بغطيها بغطا، بغطي اللي معايا بغطا او بتغطيها بكيس او باي حاجه او بفوطه او باي حاجه. وهسيبها بقى تختمر لمده ساعه. بعد الاختمار انا طبعا قلبت الغطا عشان كان كبير شويه على البوله، فقلبته على الناحيه التانية. فمكان بس الغطا علم معايا لما العجينه اتنفخت معايا. طبعا هبدا بقى ان انا هفش كده واطلع كل الهواء اللي دخل في العجينه. تمام. عشان لما اقطعها بسيبها تختمر كمان مره كمان. هبدا ان انا اهو بعد ما لميت العجينه هقطعها بقى كور زي ما انا عايزه، او اقطعها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي الطريقه معايا. هقطعها على 4 مرات. هاخد العجينة معايا على الرخامة وهبدأ ان انا هكورها كده واحاول ان انا هقطعهم كور متساوية كبيرة، حجم كبير. طريقة تشكيلة العجينة سهلة جدا، ما بتاخدش اي وقت. هنقطعها بقى بسكينة او بقطعها باي حاجة عندك اهو. وهبدأ ان انا هقطعها كده 4 قطع من العجينة. وممكن اعملها على 2 كمان لو انت عايزة الحجم اكبر شوية، ممكن نعملها على 2. بس انا الحجم ده كان بالنسبة لي مناسب جدا. تمام. هكورهم بقى كور كبيره كده وهركنهم وهسيبهم واغطيهم وهسيبهم ايه. وهشتغل في اول واحده على طول. هحط بقى رشه من الدقيق عشان العجينه ما تلزقش معايا، وانا بشكلها ما تلزقش معايا في الرخامه. اتاكد ان هي ما تلزقش معايا في الرخامه. وكمان الشكل اللي احنا هنعمله يطلع معايا مظبوط.
هبدأ بقى افرد العجينة بالنشابة زي ما احنا شايفين كده. انا عايزاها سمكها مش يبقى رفيع، انا عايزة سمكها يبقى تخين معايا، يعني حوالي كده السمك بتاعها نص سنتي. هقطعها بقى كده بالسكينة او بالقطاعة عندك بتاع العجين زي ما انتم شايفين كده. هقطعها 4 ارباع، كل ربع هقطعه نصين. تمام، فهتيجي معانا 8 قطع. طريقتها سهلة جدا قوي قوي ومنجزة كمان، يعني مش بتاخد وقت معاكي. هبدأ بقى كده من عند المثلث من تحت كده، هقطع 3 شرط، 3 أو 4 على حسب حجم الايه الفطيرة معاكي. هعمل لها فتحات كده، عند كل مثلث هعمل 3 فتحات. ممكن بقى تحشيها اي حاجة، هتحشيها عجوة زي ما انا هحشيها، ممكن نحشيها جبنة، ممكن نحشيها مربى، ممكن نحشيها فراخ كده تكوني عاملاها في البصل على النار، قطع فراخ او لحمة مفرومة، او فراخ برضو مفرومة تكوني معصجاها على النار زي اللحمة. يعني احشيها الحشوة اللي انتي حباها احشيها. ممكن نحشيها خضار، تمام، جبنة وممكن نحشيها جبنة وطماطم او جبنة وفلفل او جبنة وزيتون. يعني الحشوة اللي انتي بتحبيها وتفضليها، ممكن نحشيها جبنة موتزاريلا تحشيها. تمام، انا حشيتها هنا عجوة، وبدأت بقى ان انا اقفل كده من على الحروف اهو زي ما انتم شايفين. خلاص كده بدهن بقى الصينية معايا زيت، بدهنها زيت وببدأ أرص فيها العجينة وبسيبها تختمر لمدة لا تقل عن نص ساعة أو تلت ساعة، لأن التخمير اللي احنا بنعمله أنا سبتها اختمرت تلت ساعة ودخلتها الفرن. تمام، مرحلة التخمير دي مهمة جدا، اللي هي قبل التسوية. هقفل بقى زي ما انتم شايفين كده معايا كده من تحت كده. هاخد قطعة تاني برضو هعملها معاكم، برش رشة من الدقيق، وببدأ افرد العجينة كده واقطعها 4 ارباع زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اقطعها ببدأ بقى اشكل الشكل، بقطعها كده من عند المثلث من تحت كده 3 شرط. هبدأ بقى احط قطعة عجوة في كل حتة، وبعدين هبدأ الفها. طريقة تشكيلها سهلة جدا جدا، وبتعملي كمية كبيرة في وقت قصير، يعني متاخدش معاكي وقت خالص. بلف كده من على الحرف كده، بلفه كده وبقفله. تمام، عشان ما يفتحش معايا في التخمير ولا التسوية. اهو هخلص بقى كل الكمية وهرصها معايا في الصينية، وهسيبها تختمر لمدة تلت ساعة زي ما قلت. وبعد كده هجيب معايا بيضة وشوية من اللبن، وهبدأ ان انا هدهن الوش معايا كده، بيدي شكل حلو قوي قوي للمعجنات. ولو هتحطي عليها حبة بركة او سمسم او اي حاجة من على الوش بتلزق عليها. تمام، دهنت البيضه كده شويه من اللبن، وهبدا ان انا هرش عليها شويه سمسم، ده اختياري. احنا كده كده حاطين في العجينه سمسم، فممكن نستغنى عن الخطوه دي ان انا ارش من على الوش. بس انا رشيت حبه بسيطه كده من على الوش. وهنا بقى بعد عملت كل الكميه دي كده، هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180. بولع الشوايه من فوق وبخلي نارها هاديه خالص، وبولع الفرن من تحت على درجه حراره 180. بتاخد معاكي في الفرن مش اكتر من 10 دقايق، ما بتاخدش وقت خالص معاكي. وهنا بقى بعد ما طلعت معايا وسبتها تبرد كده، طلعتها بقى حطيتها ايه بعد ما بردت معايا بحطها بقى ايه زي ما انتم شايفين كده معايا، بحطها بقى في كيس وبحتفظ بيها في الفريزر عشان تقعد معايا بقى فترة طويلة. وبطلع منها طبعا عند الاستخدام وهي بتفك معاكي على طول. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.